السلام عليكم، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ الله يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا وين ما بتشوفوني. بسم الله نبتدي الفيديو. اليوم حبيت أنزل على السنتر على السوق، نور أشوف وأشتري هيك شوية أغراض للبيت وأطلع. رافقوني ولادي طبعا. رحنا هلا دخلنا على البنك، سحبنا مصاري وطلعنا. ولادي هن بده يحطوا ايدهم، هن بده يطلعوا بقول لهم بعد طلعوا. هذا ابني عم يصور حيطة اصبعته. بتعرفوا رفقة الاولاد منا منيحة ابدا بهيك مشاوير، خاصة بالتسوق. دخلنا على البنك وهنا مثل ما شايفين عم بسحب مصاري وبدي اطلع. ايش اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله اموركم كلها بخير. اللهم صل على سيدنا محمد. هاي مشينا هون. هذا المحل عامل عرض تصافي، كل قطعة ب5 أو بيورو. كتير حلو والله. هون في مقابلة. كتير مستعجلين بالفيديو ما بالتصوير، بس مشان ما تبركوا وتملوا بمشاهدة الفيديو. هون هلأ في عيد الهوستن. نحن بالعربي بنقول لهم عيد الأرانب، عيد البيض، عيد الفصح، إيش في عندهم هذا ما بعرف. هون مزينين عنا بالسنتر. كتير حلو، كتير ما شاء الله على القلب اللي عليهم وعلى هالصبر. بيزينوا وبيركبوا وبيفكوا وبيشيلوا وهيك على قلبهم. كتير حلو، عندهم طولة بال وصبر. هيك هون غواصة الأرنب هذا كهني واقف عليها. غواصة، وقال في حوت وما بعرف إشو. هذا الأزرق قال لون البحر. هون هيك شي قديم أرنوبة عم تخبز هون. حلو، كتير حلو، كتير حلو هيك منظره والشكل. عيد كتير حلاوة هيك ما شاء الله. هون كله هيك عاملين الزينة. هلا نحن يمكن 7 بالشهر يمكن تبلش عطلتنا، ما متأكدة، بس 7 بالشهر بدي عطلوا 10 أيام. ايه عيد الهوستن. هون أخذت الأولاد، قال بدهم تليفونات. عندهم ابني الصغير كسر تليفونه، أصغر من الكبير، وعنده رحلة هلأ عن جديد، وإجباري بده ياخد تليفون لأني طلبوا من الطلبات اللي بعتولنا هي إنه يكون معه تليفون. فرحت أنا وهن، رحنا دخلنا على زاتر، عم نشوف التليفونات هلأ كنظرة أولى قبلها. علقوا بدهم هذا سامسونج، ما بعرف شو اسمه. أنا بأسامي التليفونات ما بعرف، بس كتير حلو. طلع على هذا التليفون شو حلو. بس بحسهم هيك ما منن عمليات، ما هو للدعك. هدول هيك بس شكل. بدهم تليفون ايفون ولادي. هذا سامسونج ما بعرف 23 ما بعرف شو. هاي ساعات. يا ماما هاد ويا ماما هاد، على اساس جايين نتشاور يعني، بس هيك نشوف. يا ماما خدينا هاد ويا ماما، قلنا له اوكي. نرجع على البيت نشاور نحن والبابا وبنرجع بكره السبت ننزل. فشفنا هيك عملنا نظرة على التليفونات، فعجبهم ايفون. بدهم ايفون 14 ما بعرف شو، برون ما بعرف شو اسمه انا بهدول القصص والاسامي ماني شاطرة. يعني هلا شافوهم كلهم. عندي الصغير، فالكبير قال يا ماما انا بدي اخذ كمان تليفونه ما فيه شيء. قال بعطيه لاخت لسوريانا لاخته الاصغر، بيعطيها وبياخذ هو تليفون، هو واخوه نفس النوع. فهلا دخلناهم شافوا تفرجوا تنوروا. جينا هلا على البيت بقى نشوف شلون بكره بدنا ننزل ناخذ لهم تليفونين. ايه والله. هون دخلنا بدي اشتري، على اساس انا وعدتهم بدي اشتري لهم كارتر فضة للصبيين. بدي اشتري هذا فضة؟ هذا فابين عنده نفس هذا، شوفي فابين عنده بس نفس هذا، بس انه هذا احلى. على الاعرض. هذا احلى كمان تنورنا، بس ما حق الفضة تبعتهم. والأحرى 50 يورو. ما يعني على ايدهم ارفع ايديهم ما راح يصيروا كبار، راح يقصوا منهم ما بعرف شو. بجيب وقت تاني بركي جايبين يعني غير هالموديلات، او بروح على محل تاني. اشترينا امس، اشترى ابو احمد اشترى طقم فضة لإله ايطالي. كتير حلو، كتير كتير حلو. بدي ارجع لعند هذا الشخص اللي اشترينا من عنده، بدي اروح اشوف لهم اخذ لهم كارتر. بحبه انا كتير.
قلبي هيك ألبسهم هيك شغلات، كارتر فضة للصبيان للبنت، كارتر ذهب هيك. روح قلبي، مو بعرف مين مثلي اكتب لي بالتعليق. كتير هذا محل عنا ماركة شو اسمه جولدن ما بعرف شو اسمه. شو قلت لكم أنا ماني شاطرة بالأسامي، بس يلا شوي شوي بنحفظ. هون كله فضة كله، في ذهب ولكن ذهبهم ما بيعجبني. موديلاته حلوة ولكن ما له قيمة يعني كبيرة مثل ذهبنا نحن. الذهب اللي عنا العربي كيف يعني قيمته كبيرة، والقطعة وزنه وغراماته. هن لا، ما موديلات حلوة ايه ولكن ما لنا حلوة يعني، ما لنا تقوى يعني ميكنة. ابني هذا هون عجبني هذا الكارتر بلاك، هذا حلو. عجبني كتير ولكن ملبس تلبيس، ملبس يعني مو ذهب يعني كامل، بس هيك ملبس تلبيس ذهب. عجبني بس ما يعني ما في عنده أخدته. واحدة ثانية، عنده بس هيك. يعني هيك ملبس تلبيس. مين مثلي هيك بيحب هيك شغلات؟ روح قلبي الشغلات الناعمة بدور عليها دوارة. روح قلبي شو حلو، حلو موديله حلو، ما كتير حلو موديله، بس ما بس يعني مثل ما بيقولوا مغطوس بمية الذهب. هون رجعنا، هون عم بسوي لقاء في إذاعة قناة، هون عم تعمل لقاء. هون كمان هلا موسم صار وقت العروضات والتنزيلات كمان. هون 20% على البلوزة كان عليها بلايز. هون جينا عند العربي، جينا ناخد الأغراض، دائما نلف ومندور ومنتفرج، ولكن بنرجع على مكاننا، محل ما بدنا نشتري ونتسوى. اشتريت هون من عند العربي، أفرجيكم هون هاي شو بيقولوا ميرامية وزعتر وزوبعة. ايه هاي نحنا نشتري منها. هاي الزوبعة كتير كتير طيبة، مين بيعرفها يكتب لي، لأني نحنا شو اسمه من نشتري الزوبعة هاي أو عنا بمدينة أهلي كانوا يطلعوا على الجبل أو يروحوا على المزارع هيك يقطفوها، كانت كتير 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 لذيذة. بتذكر لهلا طعمتها تحت دراسي. ايه فلقيت منها هلا هيك زرعة، قمت أخدتها اشتريتها. هون ليك الفريز، بس والله أسعار نار نار نار. هون منزل اللوزية العقابية إلا العقابية، بس دسيتها ما عيسية، ما كأنيتها شغل السنة. أخذت ليمون ودخلت أخذنا السلة. هون في على حيطة العربي بالماركت، يعني عنده على حيطة عم يبيع بلح الشام ولقم وكرابيج بس ما هو شغل سوري، شغل عراقي. حيطة هيك طاولة وعم يبيع عليها هون. إيه الله يرزق الجميع يا رب ويجبر بخاطر كل الناس. هون قربنا منها، صرنا نتحذر شو بدنا نشتري لهم أكلات وشغلات هدول للأولاد، ما غني عنهم بعد الإفطار كتير بيحبوا يتنقرشوا. دخلت عم بدور، ملينا من هالأكلات، هاي الشغلات بنعيد ونزيد فيهم. أمس حكيت لصاحب المحل، قلت له والله غير لنا هالأكلات، عن جد ملينا عم نشتري منهم كتير. هون دخلت على المكان الموالح والبزر والهالقصص هاي، أخدت كيس تخليطة هيك عوجة ولوز وبندق في قلبه. أخدت هاي الطرابيش، أنا بسمع من أهلي طرابيش طرابيش، ولكن هلأ لحتى شفتها هاي الطرابيش منزل منها جديد. هي قلتلكم أكلات للولاد. على قولة الحكي قولة الحلبية، نحن من حلب شطق مطق. هون الجبنة، رحت مباشرة على اللحمة. رحت مباشرة بدي اشتري لحمة لأني اليوم بدي أعمل لهم مدة بالصينية كباب. أنا بقطع قطع اللحمة، بشتري
كتفي أو هيك وبقطعه وبديره على الماكينة عنده. ما بحبها من دارة وخالصة جاهزة. هون اشترينا، ما بقى يعني صار في غلبة بالمحل، ما قدرت أكمل التصوير. اشتريت فول يابس، وولادي مشتهين عليه الفول هيك عاكلة. ما بعرف إذا حدا مني مثل ولادي هيك بدي اسلق لهم اياه واحط لهم ليمون وكمون وملح وهيك يفصفصوه تفصفص مثل البزر. قال هيك مشتهين عليه. ماما تجيبي لنا منه. قلنا لهم تكرموا، جبنا لهم كيس منه. اي والله قلت اليوم بالليل بنقعه، بكره بسلق لهم اياه. جبنا فليفله، طبعا هي ما غني عن النبي، موجوده بكل بيت. فليفله حده، نحن بناكل حد. جبنا ليمون، هذا الليمون كمان 4 ليمونات أخدناهم، ما غني عنهم مشان السلطات والتبولات وهيك. هذا الكيس الموالح أخدته كمان، حطه في البيت. ولو برمضان يعني ما بناكل هيك شغلات، ما يعني قليل. أنا بالنسبة لي قهوة بس بخليه حاضر في البيت، واحد بيشتهي. اي والله بندورة. عبقلكن شو أسعار نار. كتير 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 مرتفعة الأسعار عنا. كتير تفاجأت بالأسعار، تفاجأت في الأسعار قد ما مرتفعة عنا الأسعار. بندورة أخدنا كيلو، ما بكتر مشان لأني أول بأول. وبعدين أنا الماركت المواد الغذائية عنا تحت بيتي، فشو ما بدي اشتري مباشرة يوم بيوم بشتري. ما بشتري كتير وبكتر مشان ما يدبل أو يخرب. اشترينا خيار. مو بعرف شو صاير علي، عم خربط. اشترينا خيار كمان، هذا شميت ريحته هيك مثل البلدي، ما ادري هو بلدي. مهم اخذنا كمان خيار، كيلو خيار. بقدونس اخذت، كبرت باقة البقدونس مشان هذا. طبعا هي زوبعة راحت باقة البقدونس يعني شفتوها. ايه قلت بدي اعمل صحن عجة، روح قلبنا العجة، كتير بنحبها نحن العجة. وهي هي روح قلبي الزوبعة يعني أنا أكلات الزيت بموت عليها، كتير بحبها. إيه هي نفرم عليها جبنة وبصلة وهيك، كتير طيبة الزوبعة. أكيد بتعرفوها، وفي يمكن محافظات ما بتعرفها. وهي اللحمة قطعتها ودر لي إياها وجبتها. طبعا أنا بقطع مثل مثلا كتفة أو فخدة. أنا أكتر شي بقطع كتفة. الكتف بيعمل لي إياه وبيخلي لي عظمه، يعني بدير الماكينة وباخد العظم كمان معه، بحطه بالفريزر. يوم بعمل محاشي، بعمل يبرة، بحطهم تحت المحاشي أو اليبرة. أكيد ما كلياتكم تعملوا هيك مثلي. أي والله. وهي نعناعة، النعناعة لقيتها كتير ظريفة، بتشق القلب قد ما ريحتها طيبة. النعناع كتير كتير كويسة. أخدت كمان بعد نعناع. طبعا هدول للفتوش وللسلطات وللتبولة، هي يوميا ما غني عنها. أخدت سلامي، أخدت بلحم الديك الرومي، وأخدت بالدجاج. أخدت لهم مشان السحور مشان الأولاد كمان. ما أخدنا لهم. وهاي القهوة، هاي القهوة عشقنا. هاي عشقنا القهوة. أكتر شي عشق جوزي أبو أحمد، كتير كتير بيحب القهوة. هاي القهوة العربية بعد الفطار روح قلبه يشرب منها. وأخذت باذنجانتين مشان المتبل، قلت بشويهم وبجهزهم اليوم كمان. ايه وهاي مشترياتنا. وهلا بدنا ناخدهم نجهزهم، نغسلهم ونحطهم بالسلال ونحطهم بالبراد. طبعا هدول. وبتمنى هيك يكون عجبكم الفيديو، وكانت أمورنا هيك إن شاء الله كلها بخير وأموركم بخير، وبتمنى لكم كل خير. السلام عليكم.